السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أدلكم على دعاء عظيم البركة كان صلى الله عليه وسلم يكثر منه قبل مماته، ومن أكثر على عمل ختم له به. تعالوا نشوف ما هو العمل الذي أكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مماته وما هي العلامة. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، وفي رواية سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. كثيرا ما كان يقولها. قالت عائشة: يا رسول الله، رك تكثر من قول هذا قبل مماته شيئا ما كنت تقوله من قبل. قال: هذا أمر أمرني الله به إذا رأيت علامة. قالت: وما هو؟ قال الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أكثر منه بعد فتح مكة، لأن فتح الله عليه. فإذا استجدت لك كثير من النعم، تزوجت وصار عندك أولاد وتخرجوا أولادك، أو كنت في الابتداء انتقلت إلى الثانوي وتوظفتي، أكثري من سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تتوالى عليك النعم وتوزع شكرها، ويقوي الله من كل مفصل للإقبال عليه. لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار ختم الله له حياته به. آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. من أكثر من عمل ختم له به. أسأل الله أن يوفقنا لعمل صالح يرضى به عنا. وإذا بلغت 40 عليك بالإكثار من دعوة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.